منها بقدر ما تهتز السماء. لذلك خلي يستحون وخلي تكون عندهم خط رجعة، لأن صدام حسين عظيم وفدى نفسه من كان طالب بالثانوية للعراق، مو الآن يجون على الدبابة الأمريكية مغمسين بالذل والعار ويحكمون شعب العراق. من اللي يوقف لما كان صدام وأنا معارض 23 سنة ومعارض وقلت مات 100 يتمنى كل عظيم خاف منه. اولا انا اشكرك على هذه المقولة حسن، اشكرك على هذه المقولة، لكن صدام حي. هذه المقولة تنطبق على ميخائيل الله يرحمه اللي يفتخر به العراق ويفتخر به البعث. صدام حسين ما يتجرأ خائن وعميل وقرد من قردة الاحتلال ان يمد ايده على شعبته. أنا سعيد. ألو اسمعك رفيق حسن. أنا سعيد أسمع صوتك. وسعادتي لا توصف وانا استمع لهذه الكلمات اللي تخرج من القلب وتبذل صدر الانسان الغيور على شعبه وعلى وطنه. واقسم بالعراق وجراح العراق النازفة ان الخونة لاحرق المنطقة الخضراء واجعلها حمراء بدماء الخونة. ومن هذا اليوم سوف تنطلق طلائع التحرير من اجل صيانة المبادئ وصيانة أرض الماجدة العراقية التي استبيحت في ظل حزب الدعوة العميل والإكراد الخونة. سأضغي لك باهتمام بالغ والرنة ذات الرنة. عيب عليك هذه المقولة رفيق حسن، كل ما أقترب منك تبتعد مني. أقول لك أقسم بالله وبالعراق إنه هذا الفيلم المخزي اللي يظهروا الخونة ما هو صدام حسين وخهدله، هذا رفيق ميخائيل الله يرحمه. وسوف تثبت الأيام أنه صدام حسين قائد عظيم لأمة عظيمة، وسوف يخرج خروج الأبطال ومع الضباط الأشاوس والنشامة ممن لا يرتضي لهؤلاء الخونة أن يكونوا بالقيادة مكان القيادة العامة للقوات المسلحة أو القيادة السياسية. نعم. ما يهمني بالعدل عاشر ومع حجم سيادة سامعي تخصص وتخوض مال شفافك ومكني وتخوض مال خلافك. النظرة ذات النظرة والصوت ذات الصوت. وأنا كنت حاضر ويا رفاق منهم حتى البعض كان خصم محلي. الآن خصم أمريكا، خصم إيران وأمريكا. أحسنت رفيق حسن، حتى تعرف الفرق الشاسع بين من يدعي العروبة ويدعي حماية شرف العراق وبين من يتاجر بحرائر العراق. لذلك أنا أطمئنك ومن خلالك إلى كل المؤمنين بالعراق وكل المؤمنين بالبعث العظيم المتجدد، إننا قادمون وسوف نغسل الدمع عن وجه العراق العظيم، وليذهب الخونة والعملاء إلى جحيم نار جهنم غير مأسوف عليهم، ولسوف نحاسب الخونة على ما اقترفته أيديهم بحق حرائر العراق وبحق أموال العراق. إن شاء الله سيكون كل شيء. إن شاء الله. أرجو أن تبلغ سلام كل الرفاق وتقول لهم صدام حسين حي، وتقول لهم أن العراق لا يمكن أن يصمد طويلا ويرى الظلم والحيف، وإنه شعب متجدد وشعب قادر على بناء الحياة من جديد. هذا شرف أن أسمع هذا الصوت بأي شكل من الأشكال، سواء كان أصلا أم تقليدا. من فضلك لا تخلينا نزعل. انت لا تخلينا نزعل عليك. الماضي والشجن هو الماضي والشجن المبني على اساس علمي رصين وعلى اساس متكافئ،
وانت شفت رجال البعث وشفت همة رجال البعث وشفت الوثائق الحقيقية وشفت الهمة العالية بالتصنيع العسكري وشلون قدروا الويلات ان يحطمون انف امريكا المحتلة. انا افتخر اني البعث لم ياخذ شيئا من العلم والنيران والحيوية والرجولة والعروبة، لم ياخذ مالا ولا سيارة ولا بيتا ولا وظيفة، لأن أنا ما صرت في وظيفة، ولهذا أنا قوي. الآن أنا قوي لأني لم آخذ منهم شيئا. أنا العين الكثير والفضل والآراء السفارة، وإلى الآن أرفض أولادي أن عن جوازات السفارة، وما عندهم إلى الآن أولاد أراضيني. هذا فخر لك ولعائلتك أبو أكثم. يكفي أكثم وعمر أن أباهما حسن العلوي، وأي حسن لا يضاهى بهؤلاء الرجال أشباه الرجال. فلك من البعث التحية والسلام، ومن القائد المحبة الدائمة، وسوف نلتقي قريبا ونحن نمضي بسفينة العراق نحو بر الأمان. وشاكر فضلك وتحياتي إلى أولادي وأتلذات أكبادي أكثم وعمر وأمهما وكل العائلة الكريمة وكل شعبنا العظيم بالمهجر. أنا أجدادي عائد مقيم على العائد كالبيضان وعليك من حارس واسري. وشكرا لك. حياك الله. في امان الله.